اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه ده يا ماما، انت عامله لنا اكل ايه النهارده؟ عامله لكم بقى الاكله اللي انت بتحبيها يا هيا، القرنبيطي الجميل المقرمش اللي انت بتحبيه. الله يا ماما. طب انا عايزه اشوف طعمه ايه بقى. يلا هندوق طعمه كده. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. معانا قرنبيطه حلوه كده حبايبي، هنجيبها كده اصبري يا ونقطعها. ماما، انت نسيتي تقولي حاجه. ها، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لنا تحت في الكومنتات عايزين ايه، ويلا بينا بقى خلوا ماما تشرح لكم. هنعمل كده نقطع معانا القرنبيطه، وما تنسوش بقى تحطوا اللايك الجميل زي ما هي قالت لكم. وتكتبوا لها بقى كومنت حلو كده منكم علشان ايه تسمعكم صوتها كتير كتير. هنقطع بقى القرنبيط كده مع بعض. عايزه اقول لكم ان القرنبيط ليه فايده حلوه قوي للاطفال، وبيبقى جميل جدا. وفي اكلات كده يعني احنا لازم ناكلها في الشتاء علشان بجد بتبقى حلوه قوي، وربنا بقى يعافينا كده من اي مرض والبرد والكلام دوت. فربنا يحفظنا يا رب، يحفظ اولادنا يا رب. هنقشر كده بقى القرنبيط، واحنا كنا حاطين الميه على البوتاجاز. بجد بجد تبع الطريقه ديت خلطه جميله جدا. وهقول لك كمان لو انت مش عايزه تحطي بيض كتير او مش عايزه تحطي بيض خالص، بس عايزه اقولك على نصيحه. انا ممكن اقولك على طريقه، وهقولك على طريقه لو مش عايزه تحطي بيض. بس كنصيحه بقى من امهايا لاخواتي حبايبي، البيض بيدي طعم حلو جدا جدا، بيدي طعم حلو، وبيخلي القرنبيط بصراحة طعمه لذيذ في اللذيذ كده. فعايزة اقولك بقى لو انت حتى حطيتي بيضاية او بيضتين حتى على الاقل هيدوكي طعم. عملته قبل كده بس طبعا مش على القناة اصلا خالص. عملته بالحليب، بصراحة طلع وحش جدا، فما حبيتش اكرر معاكم التجربة تاني بصراحة. كده انا بقى خلصت القرنبيط وقطعته، ورحت حاطه غسلاه غسله حلوه، وهحط في الميه الملح والكمون بتاعنا فقط لا غير. ما بحطش اكتر من الملح والكمون. الكمون طبعا بنحطه علشان علشان طبعا القولون وكده اللي بيتعب من الحاجات دي. فالكمون لما بتضيفيه بيريح المعده وبيبقى حلو قوي بصراحه. وكمان بيدي طعم حلو قوي للقرنبيط اصلا، يعني بنحطه كمان في الخلطه وبنكتر منه عشان بيخلي الخلطه بصراحه حلوه جدا. هنحط بقى كده وهنروح حاطين القرنبيط بعد ما غسلناه غسله حلوه جدا جدا. انا بحب اغسل القرنبيط قبل ما اسلقه. وهياخد معانا بالظبط يعني من 10 دقايق لربع ساعة. انت برضو تسني كده وما تسيبوش على النار علشان ما يتهرش منك ولا يتهري منك ولا يبقى مسلوق ولا يكون ني. خليه كده مستوي وحلو، وهقولك تعرفي هو استوى ازاي دلوقتي. يلا بقى ما تطلعيش من الفيديو غير في نهاية الفيديو وتعرفي الطريقة الجميلة دي، والله هتبقى حلوة قوي. قلت بقى عقبال ما القرنبيط كده يتسلق تعالوا نقشر مع بعض بطاطس. كنت ممكن اقشر البطاطس عادي لوحدي من غير الكاميرا، بس بجد بجد انا بحبكم كده وبحب اعيش معاكم الاجواء، ببقى حاسة ان انا مبسوطة يعني. الله يا ماما، انت هتعملي لنا كمان بطاطس؟ ده انا بحبها قوي. انا هعمل لك يا هيا البطاطس اللي انت بتحبيها بالطريقه اللي انت بتحبيها. بصي يا صحابي، انا دلوقتي ممكن اسلق البطاطس بقشرها، بس انا دلوقتي لما بسلقها لسه بقى هقشرها وصوابعها تتحرق مهما برد فيها. لكن احنا بقى هنعملها بطريقه حلوه قوي 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 وهتريحكم جدا. هنطلعها يا دوبك من النار، نقليها على طول. هقطعها شرايح زي اكني بعملها للصينيه او اي حاجه، وهحطها على النار ورش عليها شويه ملح وكمون. واول ما تغلي هروح منزلاها تاخد عملية تبريد تحت الحنفية، وخلاص على كده اصفيها واقليها. وكلي احلى بطاطس بجد بجد، بتبقى مقرمشة وولادك هيحبوها جدا جدا. انا كده بقى قلت اشوف القرنبيط، لقيته لسه بيستوي، يعني كان محتاج سنة، فقلت اسيبه كده عقبال ما احط البطاطس على النار. هحط البطاطس وهحط لها الملح والكمون زي ما قلت لكم، واول ما تغلي اول غلوه هروح شطفها شطفه، اوقف عمليه التبريد. وكمان القرنبيط هطلعه وبرضه هوقف عمليه السوا بتاعته علشان خاطر ما يتهرش معايا. وهحط باقي القرنبيط
ونروح نعمل مع بعض بقى احلى خلطة. بجد بجد الطريقة ديت حلوة جدا، وغدوة كده حلوة واقتصادية، وممكن تعمليها لفطار، تعمليها الغدا، تعمليها العشاء، يعني كله ماشي معاكي. ممكن تعمليها وتتغدي وتتعشي منها كمان، هتبقى حلوة جدا. عايزة اقول لكم ان القرنبيطايه دي كانت كبيره، انا عشان خاطر ولادي بيحبوه فبجيبها كده كبيره وبسلقه وبحطه في التلاجة، ممكن ياكلوا منه كذا مره كده كده. بصوا بقى ما شاء الله بقى ابيض وجميل معايا ازاي. خلاص بعد ما نضفته كان حلو قوي. بصوا بقى انا بحب بجد احط عليه بيض كتير، بس انا النهارده قلت علشان خاطر اوريكم ان لما بيتحط عليه بيض قليل خلاص عادي مفيش مشكله. انا بحط 3 بيضات، ممكن تحطي 1، ممكن تحطي 2 على حسب امكانياتي. طب لو انا مش عايزه بقى احط بيض خالص اعمل هنعمل الخلطه دي بدون بيض، يعني احط التوابل مع التوابل اللي انا هحطها ديت مع الدقيق والنشا ورشه الخل، واحطه بشويه ميه سخنه زي ما انا هعمل، يعني بدون بيض. بس عايزه اقولك لو بيضايه واحده هتدي طعم حلو جدا. التوابل اللي معايا ملح، كمون، كركم، شطه، رشه بهارات، ومعايا كمان نص معلقه بيكنج باودر او بيكربوناتو اللي موجود عندك حطيه. قطعت عودين كده من الشبت بتديها طعم حلو قوي. بصراحه انا ما كنتش بحبها بخضره، بس ما عملتها طلعت حلوه جدا. ومعايا معلقه الخل والدقيق والنشا. يلا بقى بينا نعمل الخلطة الجميلة دي. هنكسر البيض كده مع بعض، وزي ما قلت لك لو مش عايزة تحطي البيض هنتفادى خطوة البيض ديت، بس يعني لو حابة تحطي بيضاية او 2 مفيش مشكلة. تعالوا اقول لكم بقى ايه اللي حصل. ان انا كنت هنسى كده الثوم، اهم حاجة في القرنبيط هو الثوم، انا بقى كنت هنساه. فانا ماشيه كده جنب الديب فريزر افتكرته. سترك يا رب، الحمد لله افتكرته على اخر لحظه. هحط كده نص معلقه من الثوم، وكمان هحط نص معلقه كمان من الثوم اللي هو عليها ريسة الشطه، بيديها طعم جدا. بجد القرنبيط لما بيكون فيه شطه كده بيبقى حلو قوي وبيبقى طعمه جميل جدا. لكن لو مش عايزه خلاص، انا حسيت ان هي محتاجه حته ثوم كمان فحطيت لها. بجد الثوم ده بيسهل عليا جدا جدا، يعني من الحاجات اللي موفرة في الوقت هو الثوم المتفرز ده، ما اقدرش استغنى عنه بجد. عايزه اقول لكم ان انا السنه اللي فاتت عملت كميه قليله، فجيت بقى السنه دي بصراحه ضعفت اضعاف الكميه، لان بجد هو مهم جدا عندي في الديب فريزر بالنسبه لي. حطيت كده معلقه الخل. بصوا معلقه الخل طبعا فارت مع الكربوناتو، بس ده مش كربوناتو، ده بيكنج باودر. معلش عذرا اتلخبطت بين البيكربوناتو والبيكنج باودر. انا حطيت بيكنج باودر، لكن انت لو عايزه تحطي بيكربوناتو برضو يمشي معاكي عادي مفيش مشكله. هنحط بقى رشه كده الخضره، هي دي مش خضره، هي دي شبت، بس بصراحه بيبقى طعمه بالشبت حلو جدا جدا. لما نكون بقى عندنا كده بنوتات حلوين خليهم كده بقى يقفوا معانا في المطبخ ويعملوا الاكلات الحلوه. بجد انا يعني بنتي بتحب كده في اكلات معينه بتحب تعملها، فهي كانت برضو بتقف تساعدني في الاكله ديت، وانا ببقى مبسوطه بصراحه لانها كده ما تقف معايا تتعلم كده ازاي تعمل الاكلات حلوه. هي بصراحه بتحب المطبخ جدا، فحاولي كده لو عندك بنوته كده تعلميها من صغرها ازاي تقف تعمل الوصفات الجميله دي. هنحط كده 4 معالق من الدقيق مليانين ومعلقه كبيره من النشا، وهندرب كله برضو ببعضه. انا كل مره بعملها في الخلاط، بس انا النهارده عملتها بقى قدامكم كده، وهضربها بالمضرب اليد. بصي هي تقيله ازاي، انا مش عايزه القوام يبقى تقيل خالص. ليه؟ لان لو تقيل قوي كده، بصوا انا حطيت له هنا بقى شويه ميه، كنت غاليه ميه في الكاتل وحطها جنبي وبنزل حبه بحبه. بجد الخلطه دي نفسي كنتوا تبقوا معايا، بجد ببقى نفسي تشموا ريحه الاكل بتبقى جميله ازاي، علشان انتوا كمان تجربوها وتتبسطوا باحلى اكل بجد. والله عايزه اقولك ان الخلطه دي ريحتها جنان بجد، عمري ما هغير. جربت كده قبل كده وعملتها باللبن، بجد ندمت جدا جدا.
ودي كان حد عاملها وقلت لما نجرب، بس بصراحة ما عجبتنيش خالص. الخلطة دي حلوة قوي وبتبقى ريحتها روعة وبتخلي القرنبيط حلو قوي. انا عايزة الخليط ده ما يبقاش تقيل معايا، لانه لو تقيل وهنزل عليه القرنبيط الخلطة هتترسب جوه القرنبيط ومش هيستوي معايا والخلطة هتبقى نية. انا فتحت لك واحده في الاول وهوريكي برضو في الاخر كده القرنبيط قد ايه كان حلو قوي قوي. بصوا انا بدوق كده الملح كان مظبوط وكله 10/10، كله تحت السيطره وجميل جدا جدا. يلا بقى بينا خلصناها كده، هنركنها على جنب وهنروح نحمر مع بعض البطاطس بعد ما طلعتها وصفتها. بصوا عايزه اقول لكم اهو بنتي بتحط معايا البطاطس، عايزه اقول لكم ان انا كنت بلحق اصور بالعافيه، لان هي ايه كل ما تدور الاقيها عملت حاجه من ورايا. ليه؟ لان هي بتحب تجهز الاكله دي، في اكلات كده هي بتحب تجهزها معايا. فعايزه اقول لكم ان انا بدور كده لقيتها بتحط البطاطس. يا بنتي انا بصور، بص اهو برضو هنا برضو بدور لقيتها بتحط القرنبيط. يا بنتي حرام عليك انا بصور. تقول لي ما انا عايزه اخلص يا ماما. بجد احنا يعني في المطبخ بنبقى ايه ساعات كده بقى ايه بتخشي لي المطبخ. عايزه اقول لكم بقى بصوا طبق السلطه الرهيب الجميل ده هي اللي عاملاه، بجد كان طعمه حلو قوي قوي قوي. حطت كده الطماطم مع الخيار مع بقدونس مع فلفل، وكانت محبشاه حلوه قوي. بصوا لون البطاطس معايا عامل ازاي. انا بحب طريقه البطاطس دي يعني من قبل ما اتجوز كده كانت مامتي بتحبها قوي فكنت على طول بعملها. حطيت بقدونس وكان عندي شويه شبت صغيرين فقلت لها حطيهم كمان، وبصلايه كده حمرا صغيره بتبقى تديها بتخليها عسل عسل عسل. بجد طبق السلطه دي قلت لها يعني ايه التلميذ تفوق على استاذه. كان طعمها جميل جدا جدا. انا هنا بقى صفيت الزيت مكان البطاطس علشان ايه اي حاجه وقعت من البطاطس ويبقى الزيت معايا نضيف للقرنبيط. هنزل كده بقى ايه، انا بحب لما اجي اقلي القرنبيط اقلي اول واحده كده اعمل لها تيست والاقيها اتخطفت تخطيف كده. يعني عايزه اقول لكم ان انا ايه بنعمل القرنبيط ده عقبال ما بخلصه ما بيبقاش فيه قرنبيط اصلا. بجد بيبقى طعمه حلو جدا وهو طالع من الزيت كده بيبقى تحفه بجد. فانا بحب اعمل تيست كده بقى ليه هو محتاج شويه ملح محتاج اي حاجه، فبحب ان انا ايه ندوق اول واحده كده. ف بصراحه انا لقيتها مظبوطه جدا جدا بجد. فهنا بقى ايه هنطلع دولت كمان وهنشوفها مع بعض ونشوف قد ايه هي كانت جميله جدا. بس يا خساره نفسي كنتوا تدوقوها، والله العظيم نفسي تدوقوها، طعمها رهيب ومقرمشه وجميله جدا ومش شاربه زيت. انا طبعا بحب اطلع القرنبيط على ورقه كده ورقه كراسه كده فاضيه، يعني ما نيجي نطلع ورقه زبده ورقه كراسه بس المهم حاجه مش مكتوب عليها، وبنطلع عليها كده وبتبقى مش شارب زيت وجميل جدا. وفي الاخر خالص بنعمل بقى الشكل اللي احنا عايزينه. بصوا الخلطه عامله ازاي جوه القرنبيط. عارفين بقى لو هي مليانه لو هي تقيله هتلاقوا مش مستويه. بصوا شكلها حلو من جوه ازاي والطعم بقى كان حلو قوي قوي قوي. هننزل بقى كده بالقرنبيط كله ونخلصه كله مره واحده كده. وقلت بقى علشان ايه ما طولش عليكم الفيديو نطلع اول صينية مع بعض وهكمل بقية الكمية ونرجع مع بعض تاني. لو كنت وصلتي بقى معايا لحد هنا اوعي تنسيني في اللايك لو كنت بتتفرجي عليا، بجد بجد شجعيني. تشجيعكم دوت هو اللي بيحمسني قوي قوي ان انا اعمل حاجات حلوة قوي. نفسي تجربوا كده وتقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في طريقة اكلتي. بصوا وطبعا يعني بنخلي لونه يبقى ذهبي معانا كده، بس النشا مع الخل مخليه مقرمش كده وايه كريسبي حلو قوي. عايزه اقول لكم ان انا ريقي جري عليه تاني دلوقتي والله العظيم، لان انا طبعا القرنبيط ده كنت عاملاه من كام يوم يعني، فعايزه اقول لكم ان ريقي جري عليه تاني بجد، لان انا يعني بحبه جدا واكله كده بيبقى حلو بصراحه. فياريت بقى تجربوا الطريقه دي. لو انتوا بقى بتعملوه بنفس طريقتي هنا كده اكتبوا لي برضو في الكومنتات وقولوا لي انتوا بتعملوه ازاي.
وبشكر اي حد. بصوا طبق السلطه الجميل ده، بصوا بقى انا خلصت كده وهفضيه من ورقه الكراسه. بشكر اي حد من خارج وداخل مصر بيكتب لي كومنتات حلوه وجميله وبتفرحني، بجد بجد بشكركم جدا وبتشرفوني. واي حد دخل عندي القناه جديد بجد انا بتشرف بيكم. بصوا طبق السلطه بصراحه مركزه معاه قوي لان كان طعمه وشكله يفتح النفس. وادي القرنبيط معايا والبطاطس رشيت عليها ملح وكمون وحاجه كده كانت روعه جدا جدا. اكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه رايكم في فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، وهتوحشوني لحد الفيديو الجاي. باي باي.